مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده ورياضه اونلاين، وحلقه اليوم ومتابعه لمختلف اللعبات الرياضيه زي ما معودين حضراتكم كل يوم حد. النهارده معانا انجازات كتير، معانا بطولات كتير، معانا ميداليات ذهبيه، حلقه جميله حلقه فيها طاقه ايجابيه. يا رب دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم. النهارده هيكون معانا بروفايل خاص بالرباع المصري ايهاب عبد الرحمن بعد الانجاز الكبير اللي حققه في بطوله العالم في الولايات المتحده الامريكيه والميداليات الذهبية. ده بالإضافة أيضا هيكون معانا فقرة خاصة عن رياضة التايكوندو. هنتابع وهنتعرف من خلالها على تطلعات وأجندة الاتحاد المصري للتايكوندو بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة. تابعونا إن شاء الله مشاهدينا الكرام، تكون حلقة ممتعة وتكون عند حسن ظن حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ مع حضراتكم بأهم العناوين. المصارعة بيناقش هروب الونش في جلسة اليوم. 7 ديسمبر قرعة كأس السلة رجال وسيدات. اتحاد كرة اليد تحدد 18 من ديسمبر لقرعة كأس مصر للرجال والسيدات. ومحمد الشربجي يحتل المركز الثاني في أحدث تصنيف للاعبي السكواش. مروان القماش يحصد برونزية بطولة أمريكا الشتوية للسباحة. حفل ختام بطولة أفريقيا للألواح الشراعية المؤهلة لأولمبياد الشباب 2018. سارة سمير تتوج بذهبية النطر لوزن 69 كيلوغرام ببطولة العالم لرفع الأثقال. محمد إيهاب يدخل التاريخ ويحقق 3 ذهبيات في بطولة العالم لرفع الأثقال. تفاصيل الأخبار. إنجاز يضاف إلى الرياضة المصرية ويضاف إلى تاريخ الرياضة المصرية استطاع رباع مصر تحقيقه في اليومين الماضيين. محمد إيهاب يدخل التاريخ ويحقق 3 ذهبيات في بطولة العالم لرفع الأثقال. توج لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال محمد إيهاب ب3 ميداليات ذهبية، خطف وكلين ومجموع، في منافسات وزن 77 كيلوغرام ببطولة العالم اللي كانت في الولايات المتحدة وما زالت في الولايات المتحدة الأمريكية. إيهاب حصد ذهبية الخطف بعد أن رفع ثقل قدره 165 كيلوغرام. سجل في المحاولة الأولى 106 تبع تركمانستان ريجيبوف. وحقق إيهاب فضية الكلين والنطر، رفع ثقل قدره 196 كيلوغرام. وفشل في المحاولة الأولى بعد في رفع ثقل قدره 191 كيلوغرام، ورفع في المحاولة الثانية 191 كيلوغرام. وفي المحاولة الثالثة رفع ثقل أيضا يعني اللي هو 300 عفوا مجموع الثقل اللي شالوا في المرتين 361 كيلو جرام. طبعا بنقول لكابتن محمد ألف مبروك، وده مش غريب عليه، صاحب الميداليات الأولمبية بنقول له ألف مبروك، وده متوقع، لكن احنا لسه عايزين أكتر منك في الفترة القادمة. الكل ينتظر الأولمبياد القادم، أملنا عليك كبير زي ما حققت في الأولمبياد الماضي اللي انت تحقق ويكون إن شاء الله ذهبية في هذا الأولمبياد. ألف مبروك، ودايما رافع علم مصر، ودايما بتحقق أمنيات مصر في رياضة رفع الأثقال. على الجانب الآخر وعلى المستوى النسائي، سارة سمير أيضا صاحبة الميداليات الأولمبية بتتوج بذهبية النطر لوزن 69 كيلو جرام في بطولة العالم اللي أقيمت في مدينة إنهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في رفعة النطر اللي استطاعت ان هي تنجح فيها وتحقق ايضا رقما قياسيا فيها، وتوجت بطلة للعالم وحصلت على الميدالية الذهبية، وده كان في ساعة مبكرة اليوم الأحد. ألف مبروك ليك يا سارة، دايما مشرفانا ودايما بتحقق لنا كل الطموحات واحلام المصريين. ان شاء الله دايما ليكوا مزيد من التفوق والتقدم والميداليات في البطولات القادمة.
من الانجازات رفع الاثقال هنروح مع حضراتكم على حفل ختام بطوله افريقيا للالواح الشراعيه المؤهله لاولمبياد الشباب 2018. اختتمت امس السبت البطوله الافريقيه للشباب للالواح الشراعيه اللي نظمها الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء، واقيمت بمدينه راس السدر بمشاركه 30 لاعبا ولاعبه من مصر وتونس والجزائر وسيشل خلال الفتره من 27 من نوفمبر وحتى 2 من ديسمبر 2017. لاعبة المنتخب المصري سلمى العشماوي ولاعب المنتخب المصري شريف اللبان تأهل للأولمبياد في آخر السباقات يوم الختام. وطبعا حضراتكم يعني عارفين قد ايه ان مصر بتستضيف مثل هذه الاحداث الرياضيه، ده بالاضافه لتاهلنا وبالاضافه الى انجازاتنا التاريخيه والرياضيه، لكن ده يعني بيضيف كتير جدا لمصر في مختلف المحافل ولكل بلدان العالم، نقل صوره حيه وطبيعيه ان مصر بخير، مصر بلد الامن والامان، عكس ما البعض بيحاول ان هو يروجه عن مصر. لكن اعتقد ان هذه الاحداث الرياضيه افضل دعايه لمصر في كل بلدان العالم. بالنسبة للخبر التالي معانا، مروان القماش يحصد برونزية بطولة أمريكا الشتوية للسباحة، إنجاز أيضا جديد بيضاف إلى الرياضة المصرية وإلى الرياضيين المصريين. السباح المصري مروان القماش حقق إنجاز جديد بفوزه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لسباق 500 متر حرة في بطولة أمريكا الشتوية للسباحة. أنهى مروان السباق مسجلا زمنا قدره 4 دقائق و16 ثانية و10 أجزاء من الثانية ليحتل المركز الثالث ويحصد الميدالية البرونزية. طبعا مبروك لمروان، إنجاز جميل وإن شاء الله أيضا يكون له الأفضل في الفترات القادمة. من السباحة نطير مع حضراتكم لرياضة الاسكواش. محمد الشربجي يحتل المركز الثاني في أحدث تصنيف للاعبي الاسكواش. صعد المصري محمد الشربجي نجم الاسكواش للمركز الثاني في أحدث تصنيف صادر لأفضل 10 لاعبي سكواش في العالم. يأتي الترتيب كالتالي: الفرنسي جريجوري في المركز الأول، المصري محمد الشربجي في المركز الثاني، وبعدين علي فرج، وبعدين كريم عبد الجواد ومروان الشربجي، الإنجليزي نيك ماثيو، المصري طارق مؤمن، الأسترالي بول كول، الألماني سيمون روشنر، وجيمس ويلستروب. ده بالنسبة لتصنيف أفضل 10 لاعبين في رياضة الاسكواش على مستوى العالم. أكيد إحنا يعني من الأفضل، بل الأفضل كمان مش من الأفضل، ويعني دايما نتمنى أن رياضة الاسكواش تدخل في الأولمبياد، لأن إحنا ده أكيد هنضمن العديد من الميداليات، لكن هي أمنية، لكن إن شاء الله تتحقق في القريب العاجل. اتحاد كرة اليد بيحدد 18 من ديسمبر لإجراء قرعة كأس مصر للرجال والسيدات. حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 18 من ديسمبر لإقامة قرعة كأس مصر للرجال والسيدات، وذلك بمقر الاتحاد المصري للعبة في مجمع الاتحادات بمدينة نصر. قامت لجنة المسابقات بإرسال موعد إجراء القرعة للأندية لأهمية حضور إجراء مراسم القرعة للموسم المحلي. يذكر أن فريق هيليوبلس توج الموسم الماضي بكأس مصر للرجال، بينما توج فريق الأهلي بلقب السيدات. من كرة اليد لكرة السلة، 7 من ديسمبر أيضا قرعة كأس السلة رجال وسيدات. حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل موعدا لإقامة قرعة مسابقة كأس مصر رجال وسيدات لموسم 2017-2018 ليكون يوم 7 من ديسمبر الجاري بعد أن تم تأجيلها 5 أيام. جاء تحديد الموعد ليكون هو الموعد النهائي، حيث كان قد تقرر إقامة القرعة يوم 2 من ديسمبر، لكن تم التأجيل بسبب بطولة عبد العظيم عشري. يذكر أن منافسات دوري المرتبط رجال تنطلق 5 من ديسمبر نظرا لانشغال المنتخب بالمشاركة في المرحلة الأولى من تصفيات المونديال والتي تقام بأنجولا وتختتم اليوم، نتمنى لهم التوفيق.
حضراتكم عارفين اكيد موضوع كره السله والاتحاد المصري لكره السله، كانت المركز التحكيم والتسويه في الاسبوع الماضي اصدر قرار بحل الاتحاد المصري لكره السله، وحتى الان المفروض المدير التنفيذي للاتحاد هو اللي بيقوم باداره امور وشؤون الاتحاد لحين انعقاد جمعيه عموميه جديده. امتى بقى انعقاد الجمعيه العموميه ده؟ يعني لسه كلام كتير، المفروض ان هي يعني حسب ما عرفنا ان هي بتاخد فترات طويله، شهور عديده لانعقادها. يعني اعتقد اللي هيدير الاتحاد حتى الان هو المدير التنفيذي لحين ان يجد اي قرار جديد. هنشوف مع حضراتكم وهنتابع خلال الفتره القادمه ايه اللي هيحصل وفي الاتحاد المصري لكره السله. الخبر التالي، المصارعة بيناقش هروب الونش في جلسة اليوم. هذا الخبر يعني بالفعل الواحد وهو بيقراه بيكون متأثر كثيرا، لأن الموضوع ده تكرر، وهذه الحادثة أو الواقعة تكررت أكثر من مرة في الفترات الأخيرة. يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة اليوم برئاسة عصام النوار اجتماعا لمناقشة بعض الأمور الهامة، منها التقرير الذي تقدم به إبراهيم عادل مصطفى مجلس إدارة الاتحاد بعد هروب إبراهيم الونش لاعب المنتخب خلال عودة البعثة من بولندا حيث المشاركة في بطولة العالم. من المقرر أن يتم خلال الاجتماع مناقشة خطة الاشتراك في البطولات الدولية المقبلة ووضع تصور للمسابقات المحلية بالإضافة إلى البحث عن رعاة لتحسين أوضاع اللعبة. زي ما قلت لحضراتكم الموضوع ده لازم يكون في وقفة مع السادة المسؤولين، لازم نعرف ايه اللي بيخلي نجومنا، يعني ايه اللي بيخلي نجومنا ان هم يبداوا ان هم يتركوا مصر ويبداوا ان هم ينضموا الى منتخبات اخرى. موضوع الهروب ده يعني هي انا برايي انها اصبحت ظاهره، لان الظاهره تحدث عندما تتكرر اكثر من مره، وده حدث بالفعل في الفترات الاخيره. لازم يكون في تقارب اكتر بين الاتحاد اي لعبه وبين اللاعبين، لازم يوفروا لهم على قدر المستطاع، صحيح في بعض الظروف الصعبه اللي بتواجههم، لكن زي ما قلنا زي ما هم لسه هيبحثوا عن سبونسرز لتحسين اوضاع اللعبه، ده كان قبل ما يحصل الموضوع ده او حصل قبل كده، ده كان مؤشر اللي احنا ناخد بالنا ونبدا ننتبه لابطالنا، لان دايما زي ما بقول ابطال مصر الرياضيين هم ثروه قوميه لمصر، لابد من الحفاظ عليها، لابد من زي ما قلنا حمايتها، ونحاول ان احنا نقرب منهم ونحاول ننفذ طلباتهم في حدود المستطاع وعلى قدر المستطاع. هنشوف وهنتابع اكيد مع حضراتكم خلال الايام القادمه هذا الموضوع ووصل لايه وايه اسبابه، وهنحاول طبعا نوصل لكابتن محمد لو قدرنا، لو كان بيرد على التليفون، وهنعرف برضو ايه اللي هو عايزه. دي كانت اهم الاخبار اللي معانا النهارده، لكن لسه رياضه اونلاين مستمر مع حضراتكم، لسه معانا البروفايل ولسه معانا فقره خاصه عن رياضه تايكوندو، وهيشرفنا النهارده كابتن خالد فوزي نجم مصر الاولمبي لوس انجلوس. مع حضراتكم فاكرين في التايكوندو هنتحدث باستفاضه عن اجنده الاتحاد في الفتره القادمه، اهم البطولات، لكن اسمحوا لنا نتابع هذا البروفايل والرباع المصري محمد ايهاب، ونرجع تاني مع حضراتكم لاستقبال ضيفنا الكريم. مشاهدينا في كل مكان، رجعنا لحضراتكم من جديد وفقرة المقعد الفني. معانا النهارده وبيشرفنا على الهواء مباشرة نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو الكابتن خالد فوزي. كابتن خالد اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. الف مبروك فوز حضرتك والمجلس في هذه الفترة. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. خلينا نتكلم الاول عن موضوع الانتخابات وكيف جاهز للنجاح والمنافسة والاجواء دي، وبعد كده نتكلم على التايكوندو. اوكي. الانتخابات السنه دي كانت صعبه شويه، كانت عنيفه، من اقوى المرات اللي كان فيها اتحاد التايكوندو يعني في انتخابات. كانت 3 قوائم، قائمه كابتن عمرو سليم اللي هو الرئيس الحالي، وكابتن قائمه الكابتن فرج العمري اللي هو كان قائم بالاعمال لفتره في المجلس السابق، وقائمه الاستاذ محمد علي ابو زيد اللي كان برضو بعد كابتن فرج قائم باعمال المجلس السابق. فكانت منافسات قويه، بس احنا الحمد لله يعني بفضل الله توفقنا، وكنا اشتغلنا مع بعض كتيم كمجموعه مع بعض، اشتغلنا كويس قوي. قائمتكم نجحت كلها باكملها مع بعضها ولا كان؟ لا، نجحنا رئيس و5 اعضاء، وفي 3، 2 من قائمه و1 من قائمه.
طيب هايل. الحمد لله. هل كان في يعني دايما بعض الرؤساء الجدد دايما عندهم سياسه لم الشمل وبيقوموا بالاتصال بالمنافسين لان هم كلهم فريق عمل، ده يعني اللي حتى حصل لو فعلا. ما حدش ان هو ربنا ما وفقوش او ما كسبش في الانتخابات، لكن هو ممكن يدي، مش شرط ان هو طبعا عضو مجلس طبعا اداره او ان هو في مجلس اداره ان هو فقط ان هو اللي يدي، طبعا. لا كل يعني من له علاقه ممكن ان هو يساعد ويعطي افكار ويبقى ليه دور. طبيعي. هو كابتن عمرو سليم في اول جلسه اتعملت للمجلس طبعا رحب بالناس اللي هم من القوائم الثانيه قبل ما حتى يرحب بينا، وكانت كلمته عباره عن ان احنا خلاص احنا دلوقتي بقينا كلنا في مركب واحده، وكل اللي يهمنا ان احنا ننجح التايكوندو، اتحاد التايكوندو يكمل المسيره بتاعته. احنا بفضل الله اتحاد ناجح، من الاتحادات القويه الناجحه اللي بتحقق ميداليات على مدار السنين. فكانت كل الكلمه متركزه على ان احنا خلاص حاجه واحده، ننسى الانتخابات وننسى مين كان في قائمه مين. احنا دلوقتي احنا الموجودين، احنا المجلس اللي موجود، واحنا لازم نتعاون عشان كلنا ننجح وننجح التايكوندو، لان قاعده التايكوندو قاعده كبيره في مصر ولاعبين كتير، ولاعبين كتير بيحبوا تايكوندو وبيحبوا، وعندنا امثال يعني طبعا. كتيره زي هدايا ملاك ونجوم وتامر صلاح وسيف عيسى واخرين كتير، مش عايز انسى حد. فاللعيبه الصغيرين البراعم بيقتدوا بيهم، فاحنا لازم نعمل لهم بطولات كتير، ويبقى في التزام من المجلس تجاه اللاعبين والابطال واولياء الامور اللي بيضيعوا كتير من الوقت في تمرينات ولادهم، وان شاء الله يبقى عندنا استمراريه ويبقى عندنا ابطال أكيد. كتير باذن الله. الاتحاد المصري للتايكوندو مختلف عن بقيه الاتحادات لان حضراتكم اتحاد انجازات، يعني اتحاد بيحقق انجازات، وحتى رواده وحتى حضرتك وكابتن عمرو ايضا اصحاب ميداليات لمصر وحققتوا الميداليات لمصر، ودي ميزه بتضاف لهذا الاتحاد ان اللي بيقود الاتحاد اصحاب ميداليات وحاسين بقيمه الميداليه لمصر، حاسين بقيمه الانجازات، وده اكيد هيساعدكم اللي انتوا عايزين تحققوا ده في الاجيال الحاليه. هل ده ضاغط عليكم اكتر ومحسسكم ان انتوا عليكم مسؤوليه اكتر لازم تلتزموا بيها في الفتره القادمه؟ هو طبعا موضوع المسؤوليه ده يعني بيرجع للشخص نفسه. طبعا كل ما كان الشخص عنده تاريخ وعنده بطولات فبيبقى وبطل، فدايما بيبقى عايز يحقق بطوله اخرى بشكل اخر. يعني انا حققت بطولات وانا لاعب، وانا في الاتحاد عايز احقق بطولات من خلال اللاعبين والمنتخب اللي موجود، عايز انجح برضه، والمجلس كله كذلك. كل الناس اللي في المجلس، يعني كل اعضاء المجلس كلهم ناس محترمين، كلهم ناس رياضيين، معظمهم مارسوا يعني، ويمكن الوحيد اللي لم يمارس ولي امر للاعيبه بطله عالم من نادي الشمس. فيعني المجموعه كلها فاهمه تايكوندو كويس قوي، والتحدي كبير ان احنا نستمر ويطلع عندنا بقى نزود قاعده الابطال. يعني احنا محتاجين يبقى في ابطال. بعض الاراء بتقول ان يعني عضو مجلس الاداره مش شرط بيكون بيمارس لعب، يعني هو في اتجاهين، اتجاه بيقول لك لا لازم يكون بيمارس ولازم يكون بيخوض منافسات قبل كده وحاسس باللعيبه بلس الاداره، وفي ناس تقول لا هو الاداره تكفي لان هو بيقوده في ناحيه اداريه فقط. حضرتك مع اي اتجاه؟ انا مع اتجاه ان اللي بيدير يكون عنده بيجيد فن الاداره وعنده على الاقل خلفيات رياضيه. يعني ما ينفعش احنا مش اذا الاداره في المقام الاول، الاداره في المقام الاول. طالما دخلنا مجلس اداره احنا بندير لعبه. فدي نمره واحد. انا ممكن ابقى كنت لعيب شاطر وما بقاش مدرب شاطر. تمام. كوني ان انا لازم الاول الناس تجيد الاداره، وبعد كده يكون عندها القدر الكافي من المعلومات في الرياضه علشان تقدر بس طبعا لما بيكون حد بقى بطل او مجموعه من الابطال وعندهم خلفيات قويه، ده بيدعم اكتر مجلس الاداره على اتخاذ القرارات السليمه. تمام. خصوصا في الناحيه الفنيه. تمام. لان احنا مش بس بندير ان احنا هنعمل بطوله جمهوريه، لا انا بدير منتخب. المنتخب ده بنبقى محتاجين ننتقي له افضل مدرب او افضل مدير فني وافضل مدرب لياقه بدنيه. فكل ما كان عندنا خلفيات وعندنا معلومات في النواحي الفنيه، فكل ده يعني بيساعدنا اكتر في ان احنا نجيد الاختيار. تمام صحيح. وده بيدي طبعا ده بيعود بفايده اكيد، بيعود بالفايده طبعا على اللاعبين وعلى المنتخب طبعا. تمام. ماذا في أجندة حضراتكم وإيه اللي ميز قائمتكم عن القوائم التانية؟ إيه الجديد اللي انتوا هتضيفوه لرياضة التايكوندو في الفترة القادمة؟
طبعا احنا الفترة السابقة كان في الأنشطة المحلية كانت مش ماشية بانتظام قوي، وكان دي من الحاجات اللي احنا لاحظناها في آخر سنتين نتيجة حاجات مختلفة، منها مثلا في أوقات ما فيش فلوس، في أوقات البطولات بتتعمل ساعة الامتحان، يعني في شوية حاجات كده ضايقت أولياء الأمور وضايقت الهيئات الأندية والمراكز الشباب. فدي من اول حاجه قلنا لازم نتجنب دي، ان احنا نعمل البطولات في التوقيتات المناسبه للاعبين، ما تبقى نبعدها عن الامتحانات، لان احنا طبعا الامتحانات هنا صحيح اساسيه يعني. ما زالت المشكله قائمه، ما زالت المشكله قائمه مع الاهالي ومع طبعًا الاسر برضه. طبعا مش قادرين نغير الفكر. ما هو ده لازم تنسيق على مستوى عالي ما بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة، لازم يبقى في تنسيق بالذات مع الأبطال الكبار. الحاجة التانية ان احنا عايزين تشكيل المناطق اللي هي مجالس إدارات الفروع يكون تشكيل قوي علشان يبقى يشتغل كويس ويعمل قاعدة في المناطق المختلفة، في المحافظات المختلفة. تمام. فكل ما زادت القاعدة عندي وكل ما كان في احتكاك كتير وبطولات كتير على مدار السنة، كل ما ده بيفرز لنا لعيبة لما يلعبوا ويوصلوا في بطولات الجمهورية يطلع لنا أبطال، يبقى عندي قاعدة كبيرة. صحيح. بدل ما يبقى عندي بطل واحد يبقى عندي 10، يبقى عندي 15. مفيش ما يمنع ده، بالعكس ده حاجة أحسن، وبتحفز البطل إنه يعني يبقى شايف إنه طالع له ناس جامدة. تمام. فيشتغل كويس قوي. تمام. فدي من أهم النقط. النقطة الأساسية طبعا بالنسبة لنا المنتخبات القومية. المنتخبات القومية طبعا يهمنا جدا ان احنا نحافظ على مستوى الابطال اللي عندنا ونزيد بيهم، ونزود المنتخبات اللي هي بتاعت الشباب تشتغل على مدار السنة، مش قبل البطولات بس. يعني انا مثلا عندي بطولة العالم للشباب في تونس في شهر 4. احنا لسه دلوقتي هنبدأ نعمل التصفيات. المفروض الطبيعي انها كانت تبقى التصفيات دي معموله على الاقل من نص 2017، وقوام المنتخب يكون موجود وشغال وعنده برنامج تدريب. طب امال ايه اللي اخر حضراتكم لحد دلوقتي؟ هل موضوع الانتخابات موضوع طبعا أثر؟ ما كناش احنا اللي بندير في الوقت دوت، فعمل تاثير طبعا. حصل تاخير، فبالتالي المنتخب مش موجود. فهنعمل في الشهر ده ان شاء الله تصفيات سريعه علشان ناخد افضل العناصر ونبدا ندخلهم على برنامج الاعداد بسرعه. وهتلحقوا في هذه الفتره فقط؟ هي الفتره قصيره طبعا، لان كمان في تونس في التاهيل بتاع الاولمبيات اللي في الارجنتين ليهم، اللي هي في شهر 8 ولا اللي في شهر 10؟ شهر 10. فالتاهيل الاول في يوم 6 و7 4، وبعد كده بطوله العالم. فانا محتاج اشتغل بسرعه جدا، محتاجين نشتغل على الولاد، وبعدين جايه كمان في فتره امتحانات نص السنه بالظبط. فاحنا هنعمل لهم البطوله المؤهله يعني لاختيار المنتخب القومي، وهنحاول بقدر المستطاع اللي عنده قدره انه يجي اثناء الامتحانات قبل الامتحانات ولا هنعملها قبل الامتحانات، والتدريب المكثف الفعلي هيشتغل بعد الامتحانات. بس برضه هيتلاقوا مشاكل كتير طبعا لان حتى قبل الامتحان ما هو بيستعدوا للامتحان هيبقى في مشاكل جامده، وده هيأثر في بعض الطلبه، ممكن ما يجوش، ممكن بقى يعني حتى ممكن يكون في نجوم، في ناس كويسه جدا. طبعا. طيب ما دي برضه لازم يعني. فهو كان المفترض ان هم من نص السنه اللي فاتت من 6 2017 يبقى قوام المنتخب ده موجود وجاهز وشغال يعني، ويكون كمان عمل احتكاكات وسافر بره ولعب بطولات. بس طبعا هي يعني الظروف كده، هنعمل ايه؟ الحمد لله. بلاش نبص للخلف، خلينا دايما نبص للامام عشان يكون عندنا نظره تفاؤليه بإذن الله. وكلمه لو دي ما بتفتش يعني. صحيح. دايما صحيح. في اللغه العربيه كده يقول لك امتناع الجواب لوجوب الشرط، مش تعمل حاجه خلاص. فهي انتهت يعني دورها. فخلينا دايما خلاص يعني ان شاء الله الفتره القادمه يكون قدامكم وقت كافي اللي انتم تقدروا واللي انتم تجهزوهم على قدر المستطاع اكيد. يعني السؤال برضو اللي بيفرض نفسه، هل انتوا في يعني اول ما توليتوا هذه المهمه هل في ترابط بينكم؟ كان في استكمال لمشوار المجلس السابق؟ في بعض المجالس الجديده كان بيبقى ترى ان المجلس السابق لا، في بعض يعني الاخفاقات ليه، بعض مثلا هم مش مداش كتير، فانتوا بتبعدوا خالص وبتبداوا سياسه جديده. في بعض المجالس الجديده لا، بتكمل المشوار اللي بداوا، وبيكون في سياسه تكميليه وسياسه ترابط بينهم، وده بيؤدي بثماره في وقت قريب. انتوا سياستكم ايه يا فندم؟ شوف يا فندم، احنا كإدارة بقى
احنا بنتكلم بنشوف الايجابيات اللي كانت موجوده في المجلس ونكمل عليها. تمام. ونحاول نحسنها قدر المستطاع، والسلبيات لو في سلبيات بنحاول نوقفها ونغير ونعدل على طول. هو ده الطبيعي كشغل اداره. تمام. فده اللي احنا عملناه اول ما دخلنا، يعني احنا نعتبر في اجتماعات مستمره الشهر اللي فات ده كله. بنمسك ملف ملف، موضوع بنخلصه، بنشوف الملفات الكويسه اللي ماشيه كويس بنكمل عليها. ايه الايجابيات؟ خلينا الإيجابيات الشفافيه اللي أقول انتوا لحضرتك، شفتوها وعايزين تكملوا فيها. اقول لحضرتك الايجابيات ان احنا المجلس السابق عنده 3 رعاه، يعني قدروا يوصلوا ان يبقى عندنا 3 رعاه. ودعموا المجلس دعم مادي ومعنوي وعلى عده اصعده يعني. واحنا عايزين نكمل في ده، يهمنا ان احنا نكمل في دوت، لان طبعا لما بيدعم الاتحاد مع القدره بتاعه الاتحاد والدعم اللي بيجي من الوزاره والدعم اللي بيجي من اللجنه الاولمبيه بيزودني وبيخليني عندي قدره اكتر. دي من الايجابيات اللي احنا شفناها ومستمرين فيها. صحيح. العقود دي هتنتهي في يناير 2018. فان شاء الله احنا على تواصل مع يناير 2018. خلاص ده يعني احنا بنتكلم في شهر ولا شهر بالظبط. فطبعا لازم يعني هنعمل في تواصل معاهم علشان نجدد ونشوف لو هم كان عندهم اي نوع من التعليقات، هم شايفين اي سلبيات نحاول نتلافاها في الفتره الجايه عشان نكمل صحيح. العقود الرعايه دي. ماذا عن السلبيات اللي حضراتكم عايزين يعني شايفينها ان هي لا ما ينفعش ان احنا نكمل فيها وعايزين ان انتوا لكم فكر جديد؟ هقول لحضرتك الاكتر حاجه محدش هيزعل، ما تقلقش. لا هم انا معروف عني ان انا ما بتكسفش، بقول على طول. اللي اكتر حاجه اثرت في المجتمع التايكوندو هي مواعيد البطولات. مواعيد البطولات الداخليه كانت اولياء الامور بيقعدوا بيروحوا مع اولادهم وبيتعبوا معاهم. صحيح. ويفاجئ ان مثلا بطوله المفروض هتتعمل مثلا شهر 12 او شهر 1، قبل البطوله ب3-4 ايام تم تأجيل البطولة وسوف نوفيكم بالميعاد بدون أي سبب لإلغاء أو تأجيل هذه البطولة كده؟ دي من السلبيات. مش طبيعي ابدا ان هم ياجلوا هذه البطوله بدون اي سبب. خلينا واقعيين برضه. اكيد عند المجلس السابق كان في اسباب، لكن في اسباب كانت بتعلن وفي اسباب ما بتعلنش. بس النتيجه المحصله النهائيه ايه؟ ان بطوله بعد ما الشباب فضلوا شغالين واولياء الامور رايحين مع اولادهم وجايين، بالذات في السن الصغير، بالذات المراحل الصغيره. طبعا. يعني لما يبقى في بطوله تحت 10 سنين او تحت 12 سنه المفروض هتتلعب في وقت معين وما تتلعبش، طبعا اولياء الامور بيتصدموا. من ضمن السلبيات برضو اعتقد مش السنه دي، مش السيزون اللي فات، السيزون اللي قبله 15-16 كان في بطوله تحت اللي هم الشباب الصغيرين البراعم، يعني تحت 12 وتحت 10. كانت البطوله بيخلصوا، احنا كانت البطوله بتبقى 3 ايام بتخلص، بيبداوا من الساعه 9 الصبح يخلصوا لعب الساعه 3 الصبح. 9 صباحا ل 3 الفجر. 3 الفجر. ودول اطفال، اولا ما فيش رياضه كده طبعا، فدي كانت غلطه كبيره وعملت يعني ضجه في وسط التايكوندو. طب ايه الحكمه اللي هي من 9 صباحا ل 3؟ العدد كان كبير. عدد اللاعبين المشاركين كتير، مش بمزاجهم. تمام. انا انتوا هتديروا القضيه دي ازاي؟ هقول لحضرتك. انا لما بعلن عن بطوله قبليها بشهر او قبليها ب15 يوم بفتح التسجيل للانديه ومراكز الشباب. فبيجي يسجل، فبناء عليه انا ببقى عارف انا عندي الاعداد قد ايه. تمام. ومعروفه برئيس لجنه المسابقات، بيبقى بيعمل جدول كده، بيبقى عارف عنده كام على كل ملعب. مثلا عندي 4 ملاعب او 5 ملاعب، هقدر قدرتي ان انا هلعب كام ماتش في اليوم. تمام. وبناء عليه اقول انا النهارده محتاج البطوله دي هتتعمل، انا عندي 1200 لاعب، 1000 لاعب، 1500 لاعب. البطوله دي علشان تتلعب ابدا 9 الصبح مثلا، اخلص 7 بالليل او في وقت العشاء، محتاج 4 ايام او 5 ايام. تمام. لكن ما اربطش رئيس لجنه المسابقات اقول له لا مالكش غير 3 ايام فقط تعمل فيهم البطوله. كانت النتيجه ان هم قعدوا ل3 الصبح. تخيلي حضرتك طفل عنده 10 سنين داخل يلعب الساعه 3 الصبح. لا طبعا. دي من السلبيات. طبعا هي اكيد في ظروف خارجه عن ارادتهم، احنا هنحاول نتلافاها قدر المستطاع بان احنا نحاول نفتح المده بتاعه الايام المشاركه.
تمام. طيب حضرتك اتكلمت عن موضوع السبونسرز، ودي نقطة هامة جدا في الرياضة في الفترة الحالية، لأن خلاص احنا يعني خلينا واقعيين، وزارة الشباب والرياضة مش هتقدر انها تعمل كل حاجة لكل الاتحادات، لازم يكون في سبونسرز، لازم يكون في فكر استثماري، لازم حضراتكم كأعضاء مجلس إدارة جديد ومسؤولين عن هذه الرياضة تبدأوا تفكروا ازاي نستثمر هذه الرياضة وننميها وتصبح من الأوائل الرياضات وتحقق الميداليات اللي احنا عايزينها. ايه فكركم بالتحديد في هذا الموضوع، بعيدا بقى عن السبونسرز الموجودين اللي انتوا هتحاولوا اللي انتوا نكمل يستكملوا معاكم، انتوا عايزين ايه؟ لكن اسمح لي هنجاوب على السؤال ده، لكن بعد الاتصال الهاتفي اللي بينضم الينا الان رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو كابتن عمرو سليم. كابتن عمرو اهلا بحضرتك معانا. كابتن عمرو، الو. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك معانا ومبروك يا فندم هذا المنصب وهذه المسؤوليه في هذه الفتره. الله يبارك فيك يا فندم، الف شكر، وبحيي حضرتك وبحيي الكابتن الكبير بطل العالم في التاريخ العظيم كابتن خالد فوزي. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. كابتن عمرو، يعني البعض يرى ان هي يعني تشريف هذه المهام، لكن من يدخل في هذا الوسط وفي هذه الاجواء يشعر بانها مهمه ثقيله، لان حضرتك بيكون مطلوب منكم من كل المجلس اجنده معينه تنفيذها في فتره زمنيه معينه. عايزين نوضح ده لكل اللي بيتابعنا دلوقتي. هو فعلا حضرتك اولا هو تشريف لاي رياضي او اي مسؤول او اي شخص ان هو يبقى في اتحاد او يعمل في مجال الرياضه. ده تشريف طبعا ما فيش شك فيه، ولكنه عبء ومهمه قبل ما هو تشريف، لان احنا اصلا لما قررنا نخش الانتخابات اللي خلانا يعني يدفعنا ان احنا نخش الانتخابات احساسنا بان المرحله اللي جايه في التايكوندو محتاجه تكاتف خبرات مختلفه واعمار مختلفه ومجهود، يبقى تيم وورك بيشتغل. فده الحقيقه اللي دفعنا ان احنا نخش ونحاول ان احنا نحرك الامور اكثر يعني. نعم. طبعا احنا قدامنا تحديات كثيره، كابتن خالد يمكن شرح اغلبها لحضرتك. بيجي على راسها طبعا في الاول خالص التمويل، لان حضرتك عارفه السياسه الحاليه للدوله وللوزاره ان اغلب الاتحادات تعتمد على نفسها في جلب رعاه، ولكن طبعا اتحاد التايكوندو لانه اتحاد يعني له تاريخ كبير اولمبي، وحققنا بفضل ربنا ميداليتين، ميداليه تامر صلاح في اولمبياد 2004 وهدايه ملاك في اولمبياد 2016. فطبعا بيبقى له وضع مختلف في التمويل، ولكن برضو احنا قدامنا مشوار ان احنا نقدر نوصل للمبالغ المطلوبه لتجهيز الانتخابات. طبعا احنا بنحاول جاهدين الحفاظ على الرعاه وجلب رعاه اكثر في الفتره الحاليه يعني ان شاء الله، وربنا يوفق باذن الله. نعم. طيب بالنسبه للبطولات القادمه كابتن عمرو، ايه ابرز البطولات اللي بتستعدوا لها؟ وعايزين نطمن الناس برضو على ابطالنا ونجومنا، على هدايه، ومين اللي طالع تاني ممكن اللي انتوا فيه رعايه ليه قويه دلوقتي اللي احنا املنا كبير ليه في طوكيو ان شاء الله في الاولمبياد القادم. باذن الله. طبعا احنا مهتمين بالحفاظ على هدايه، وطبعا حضرتك واغلب الناس المتابعه الرياضه واللي فاهمه في الرياضه عارفه ان البقاء على القمه اصعب من الوصول للقمه. صحيح صحيح. وان اللاعب اللي بيحقق بالذات بيعمل تحقيق كبير في الاولمبياد اللي هي اعلى حاجه في المنافسات الرياضيه، بيبقى محتاج برنامج خاص جدا وصعب جدا للحفاظ على معنوياته وعلى لياقته وعلى حماسه، مش بس الفنيات بتاعته. نعم. فاحنا شغالين طبعا مع هدايه، او بمعنى صح هنبدا ان احنا مستنيين الاتحاد من ايام قليله، ولكن احنا هنبدا فعلا مع هدايه برنامج خاص بيها جدا. وبرضه عندنا بطلنا سيف عيسى اللي صاعد بقوه باذن الله برضه ان هو يبقى واعد في الاولمبياد، وفي مجموعه ثانيه مش عايزين نتكلم عليها دلوقتي لغايه لما تبقى جاهزه بعد اذن حضرتك. بالنسبه لسؤال حضرتك على الاستعداد، هو طبعا احنا اهم حاجه عندنا دلوقتي بطوله العالم للشباب اللي هي 17 سنه والتصفيات المؤهله لاولمبياد الشباب اللي كابتن خالد كان بيتكلم عليها. ودي الحقيقه احنا استلمنا المجلس من هنا لقينا ان لازم نبدا التصفيات بسرعه جدا عشان الفرقه تبدا تتمرن، وده تحدي كبير، ده التحدي الاساسي اللي قصادنا دلوقتي. صحيح. ان احنا نستعد لبطوله العالم لل 17 وتصفيات الاولمبياد بتاعتها. فربنا يوفق ان شاء الله ونكون قد المسؤوليه واولادنا يكونوا قد المسؤوليه باذن الله. ان شاء الله. انتوا بقى لكم دلوقتي تقريبا اقل من شهر، يعني شهر الا كام يوم؟ اسبوعين تقريبا يا فندم. اسبوعين فعلا. احنا اول اجتماع مجلس الاداره كان 18 نوفمبر. تمام، ده اول اجتماع ليكم. تمام. 17 عملنا اجتماع
تاني يوم فورا على طول يعني. تمام. هل بدات الصعوبات تظهر كابتن عمرو ولا لسه شويه لا، احنا عارفين يا فندم، احنا عارفين ان احنا داخلين على الصعوبات، وزي ما كابتن خالد قال احنا طبعا يعني كل ديبارتمنت او كل قسم فيه شغل وفيه تطوير وفيه تحديث. نعم. فاحنا بناخد الامور يعني على قد ما ربنا يعني يوفقنا حاجه بحيث ان الدنيا ما تبقاش لخبطه. واحنا برضو من الحاجات اللي بتساعدنا ان احنا نعمل كده ان احنا بنحاول نقضي على المركزيه. نعم. ان ما يبقاش في شخص واحد هو المتحكم في كذا لجنه او كذا فرقه، ووزعنا المهام على المجلس، لان زي ما كابتن خالد قال لحضرتك اغلب المجلس ابطال سابقين وممارسين للعبه وعندهم خبرات في القياده والرياضه والاداره واللعب. فابتدينا نوزع الملفات والمهام على اعضاء مجلس الاداره بحيث يبقى كل واحد مسؤول عن جزء معين يركز فيه ويهتم بيه يعني. والله المستعان. هايل. كابتن عمرو، يعني عرفنا من كابتن خالد ان حضرتك تم الاجتماع مع الساده المسؤولين السابقين، وبرضو زي ما قلنا في استكمال للايجابيات وتفادي السلبيات. ده حصل. احنا على اتصال، احنا كلنا اسره واحده حضرتك. تمام. وانا شبهت اللي حصل ان التايكوندو اللي بيميزها ان هي قبل ما اللاعبين بيبداوا المنافسه والقتال الشرس بيبداوا بتحيه، وهي دي اساس اللعبه، الاحترام والتحيه. صحيح. وفي نهايه القتال بعد ما يكونوا يعني ضربوا بعض ضرب عنيف بيرجعوا يحيوا بعض تاني، بيطلعوا ايديهم في ايدين بعض. فانا شبهت الانتخابات ان هي برضو من روح التايكوندو. احنا بتبقى الانتخابات نفسها كانت شرسه جدا، لان هي تعتبر اقوى انتخابات في تاريخ اتحاد التايكوندو، واكبر جمعيه عموميه واكبر عدد من المتنافسين سواء على الرئاسه او مقعد العضويه. ولكن بعد ما خلصنا الانتخابات خلاص بنحيي بعض بنفس الروح وبنحط ايدينا في ايدين بعض، واحنا حافظنا على كوادر لها وضعها الدولي ووضعها المحلي من قوائم ثانيه وما كانتش معانا، ولكن حافظنا عليها في المجلس الجديد وفي التشكيل الجديد. صحيح. يعني تنفيذا لفكره ان احنا ايد واحده وروح واحده وفريق واحد واسره واحده للتايكوندو. صحيح. واحنا بنفتح الباب للي عايز يشتغل، اللي بيحب التايكوندو عايز يشتغل. صحيح. اهلا وسهلا بيه، لان احنا محتاجين الكل يساعد والكل يقف معانا. ودي اهم حاجه فعلا يا كابتن عمرو، هو لم شمل الاسره التايكوندو كلها، سواء اللي نجح او اللي ما نجحش، لان ممكن حد ما نجحش بس عنده افكار وعنده قدره ان هو يقدم مساعده ليكوا، وده اهم حاجه، كله من اجل مصلحه رياضه التايكوندو في النهايه ومصلحه مصر. مرة تانية يا كابتن عمرو سليم بنشكر حضرتك وبتمنى حضرتك التوفيق في هذه المهمة إن شاء الله في الفترة القادمة. ننتظر المزيد من الاتحاد المصري للتايكوندو. شكرا لحضرتك يا فندم. هنرجع تاني كابتن خالد، وبعد هذا الاتصال وهذه المداخلة مع كابتن عمرو، احنا كنا بنسأل سؤال قبل الاتصال ده على طول، وهو بالظبط عن الرعاة والتمويل وفكركم انتوا هتعملوا ايه في الفترة القادمة. شوف حضرتك، أهم حاجة اللي بتهم الراعي الاتحاد ده ناجح او مش ناجح. نعم. علشان لو اتحاد مش ناجح هو هيرعى ليه؟ صحيح. هو عايز يرعى اتحاد فيه ابطال، عنده مجلس اداره على قدر من الاحترام والكفاءه ان هو يدير هذه المنظومه بدون مشاكل. فهو ده اللي احنا هنسعى له في الفتره القادمه، ان اتحاد التايكوندو يكون مثل اعلى. هم دول الاتحاد المصري للتايكوندو، هم دول الاتحاد المصري للتايكوندو. الساده المشاهدين بيهم الاعضاء والمستشار محمد مصطفى واستاذ ايهاب جابر وكريم شبانه ومحمد عبد المنعم، احمد سلطان، محمد منير والعقيد خالد محمد. دول هم اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسه كابتن عمرو سليم ونائبا كابتن خالد فوزي. يا رب ليهم دايما التوفيق. اشكرك. اتفضل حضرتك نكمل الموضوع. فاهم حاجه ان احنا نثبت للرعاة اللي موجودين حاليا ان احنا مجلس على قدر من المسؤوليه ومتحمل المسؤوليه بالقدر اللي هم يرضي الراعي. نعم. اللي يقول لك لا دول ناس بتشتغل بجد، دي ناس خايفه على اسمها وخايفه على بلدها، فبالتالي انا لما ارعاهم انا مش خسران، انا كسبان كراعي. صحيح. فاسمه يعني هم رعاة طبعا كبار جدا، بس اسمه يرتبط بمؤسسات ناجحه.
صحيح، بس انتوا عندكم ميزه برضو مش موجوده في لعبات تانية، الميداليات اللي اللعيبه بيحققوها طبعا. فده بيجذب اكيد ما هي دي من ضمن المستثمر او السبونسرز، بيجي على طول الراعي لان هو حاسس ان انتوا لا انتوا اتحاد بتاع ميداليات، انتوا هتحققوا لنا ميداليات، فدي برضو يعني ده انجازات لاتحادات سابقه طبعا اكيد. طبعا ما هي دي النقطه اللي احنا شغالين عليها في المقام الاول، ان الانجازات واللاعبين نحافظ عليهم بحيث ان هم يكملوا المسيره. ما ينفعش لاعب بطل تقابله مشكله واحنا نتنصل منه، لا ده بالعكس احنا لازم نقف معاه ونسنده ونحل له مشاكله علشان يستمر في العطاء بتاعه ويستمر في بطولاته. هو ده من ضمن المنظومه بتاعتنا، ده فرد من ضمن المنظومه، المجلس الاداره واللاعبين والابطال والمدربين والاجهزه الفنيه. نعم. انا عندي حضرتك النهارده اجهزه فنيه مصريين يعني راس براس مع الاجانب، اللي يعني عندنا ناس كوادر محترمه جدا. هل في استعانه بخبرات اجنبيه في طبعا. التدريب في التنجيم؟ مين ابرز اللي احنا دلوقتي بتستعينوا بيها؟ شوفي حضرتك، زمان كانت المدرسة الكورية، في الفترة الأخيرة آخر 5-6 سنين ابتدت أوروبا يبقى لها مدرسة، تركيا ليها مدرسة، إيران، يعني في دول كتير مدارس مختلفة. احنا بنشتغل على ان انا ادي اللاعب خبرات في كل حاجة قدر المستطاع، اخليه عارف المدرسه الكوريه بتشتغل ازاي، المدرسه الاوروبيه بتشتغل ازاي، يبقى قاري الملعب لما ينزل يلعب مع واحد من اوروبا ما يبقاش مش فاهمه، ما يبقاش يعني مخضوض قصدي منه. هل في مدراء فنيين بتجيبوهم؟ عندنا طبعا، احنا حاليا عندنا مدير فني اسمه روسيندو الونسو. تمام. ده مدير فني اسباني، ده اللي كان مع هدايا في ريو ومازال مع هدايا، مازال، بس هو خلاص اخر عقده، يعني هو قدم استقالته في العهد المجلس السابق، والمجلس قبل استقالته، وهو خلاص عايز يرجع بلده تاني لانه عنده ظروف خاصه. فاحنا حاولنا نثنيه عن هذا نثنيه عن هذا القرار، بس فعلا ظروفه الشخصيه قويه بحيث ان هو مش هيبقى قادر يكمل وهو مرتاح. يعني هو وصل لدرجه ان هو مش مرتاح، يعني لازم يرجع بلده عشان ظروف خاصه شخصيه وعائليه يعني. هل في بديل طبعا يعني احنا دلوقتي بنشوف السيفيهات بتاعت المدراء الفنيين الاجانب، وبنشوف المديرين الفنيين المصريين، وبنعمل مقارنه وبنشوف السلبيات والايجابيات لكل حد، بحيث ان احنا لما نختار قدر المستطاع نختار حد على قدر من المسؤوليه، بحيث ان احنا نكمل المشوار بتاعنا بدون مشاكل ان شاء الله. كابتن عمرو قال الوصول للقمه امر سهل لكن الحفاظ عليها امر اصعب، وده هي برضه هيضغط عليكم وهيكلفه اكتر في الفتره القادمه. هدايا نجمه وبطله الاولمبياد، ولكن اللي احنا طمعانين ونطمح اكتر في الفتره القادمه ان انتوا تحافظوا على ده. هل دي بالنسبه لكم يعني هتزود المهمه اكتر صعوبه، ولا انتوا يعني تعاملوا ازاي برضه؟ طبعا هدايا بطله. هدايا كانت، انا كنت شرفت بان انا كنت في مجلس الاداره الاتحاد المصري من 2008 ل 2012، وهدايا كانت، وكنت انا مشرف على منتخب 17 سنه، كانت لسه هدايا صغيره من ضمن اللاعبين اللي في المنتخب، وعملنا لها برنامج هي طبعا وزملائها كلهم يعني. كان كويس. هدايا قدرت تتميز في الفتره اللي فاتت، وهي لعيبه طول عمرها كويسه يعني، طول عمرها مميزه. جالها فتره الوزن زاد شويه لكن قدرت ان هي ترجع تاني وشاركت في البطوله الاخيره. شاركت في البطوله الاخيره، بس هي غيرت الميزان بتاعها. هي كانت بتلعب تحت 57، دلوقتي بتلعب تحت 67. طبعا حضرتك عارفه البنات طبيعي لما بتكبر في السن صحيح. طبيعي الدنيا بتتغير طبعا. صحيح. فغيرت، فطبعا ده بيأثر على الرانك بتاعها. وهي شغاله دلوقتي على انها تبدا تطلع بطولات. هي طلعت مؤخرا لعبت بطوله في كرواتيا، ولعبت بطوله في فرنسا، جابت برونز في كرواتيا وجابت فضه في فرنسا. فهي يعني ما زالت في ماشيه كويس الحمد لله، حتى لما غيرت ميزانها. فالفتره اللي جايه طبعا احنا يعني، حتى انا لسه كنت في اجتماع امبارح مع احد الاشخاص المعنيين بهدايا، واتكلمنا في النواحي الفنيه، بحيث ان احنا ايه اللي ناقص هدايا وايه اللي هدايا محتاجاه، بحيث ان احنا نعمل لها
انا رايي يعني انها محتاجه جهاز فني خاص بيه. طبعا البطل خاصه، اخصائي كمان. نفسي في بعض الاتحادات بتستعين لا هي ما بأخصائي شاء الله نفسي. عليها يعني نفسيا بتخش تدوس يعني ما شاء الله قطر يعني بتخش في البطولات يعني. طبعا انا مع ان يبقى في حد نفسي طبعا، ده لازم، ده العلم لازم. صحيح. واخصائي تغذيه، مدير فني، منظومه متكامله، منظومه متكامله لهذا البطل. دي حقيقة. طالما انا عندي بطل يبقى عندي منظومه متكامله لهذا البطل. هي دي النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها امبارح، اللي احنا يهمنا انها تتوفر لهدايه في الفتره الجايه، عشان ان شاء الله طوكيو 2020 تحقق لنا ميداليه ذهب باذن الله. وهدايه وكل زميلاتها وزملائها، احنا عايزين بقى في نجوم جدد يطلعوا لنا ويبرزوا ويتالقوا ويحققوا لمصر ان شاء الله ميداليات. طبيعي احنا عندنا انا مش عايز انسى حد، بس انا عندي من ابرز الاسماء دلوقتي سيف عيسى يعني ما شاء الله عليه لعيب، انا بقول عليه لعيب فاز. ونور حسين، لا في لعيب، ورضوى من بورسعيد، في لعيبه كتير انا مش هقدر اجمع اسمائهم كلهم، ولكن عندنا عناصر مميزه جدا. كل اللي ينقصهم الاهتمام. كام ميداليه في طوكيو؟ شوف احنا لسه يعني ربنا يدي حضرتك. شوفي حضرتك دي بتاعت ربنا. الميداليات دي رزق زيها زي كل شيء. احنا هنعمل اللي علينا، هو اللي احنا نوعد بيه كاتحاد المصري للتايكوندو، ان احنا نجتهد ونعمل كل ما نستطيع ان الولاد نهيئ لهم التدريب المناسب، ونشيل اي معوقات في طريقهم علشان اكبر عدد من اللعيبه يحقق. اكيد. لكن التحقيق ده بقى يعني توفيق وبتاع ربنا. اللي هيعمل ويشتغل وبيجد طبعا. اكيد ربنا بيكافئه، واكيد حضرتك افضل قدوه ليهم. ربنا يخلي بانجازات حضرتك وميدالياتك وتفوق حضرتك في التايكوندو. كابتن خالد نورتنا وشرفتنا، وقتنا بيمر بسرعه دايما، اللقاءات الجميله وضيوفنا الكرام بنكون معاهم بيمر سريعا، لكن ان شاء الله دايما نتمنى لحضراتكم التوفيق وللمجلس الحالي، ودايما تحققوا انجازات لمصر، ده اللي احنا كلنا منتظرينه منكم ان شاء الله. واشكر حضرتك، وبرنامج جميل ولقاء جميل، وبالتوفيق دايما ان شاء الله. متشكر جدا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، وقتنا خلص بسرعه، لكن رياضه اونلاين كل يوم مع حضراتكم، فكره جديده وتغطيه جديده لمختلف الاحداث واللعبات الرياضيه. غدا انتظرونا قبل هذا التوقيت بساعه من الان، والكره العربيه وزميلتي رانيا صلاح ان شاء الله تكون ايضا حلقه موفقه. بشكر حضراتكم، الى اللقاء.